السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل سمعتم يوماً عن رجل حير المؤرخين وأثار جدلاً واسعاً على مر العصور؟ شخصية تتأرجح بين كونه رجل دولة فذ أم حاكم قاس لا يرحم. إنه الحجاج بن يوسف الثقفي، ذلك الرجل الذي حكم العراق في العصر الأموي وترك بصمة لا تمحى في التاريخ الإسلامي. تعالوا نغوص معاً في قصة هذا الرجل المثير للجدل. ولد الحجاج في الطائف عام 40 هجرية، ونشأ في بيت علم وأدب. بدأ حياته معلماً للصبيان، لكن طموحه كان أكبر من ذلك بكثير. برز الحجاج في خدمة الدولة الأموية، وأظهر براعة فائقة في القيادة والإدارة. عينه الخليفة عبد الملك بن مروان والياً على العراق، وهنا بدأت مرحلة جديدة في التاريخ. حقق الحجاج إنجازات عظيمة في إدارة الدولة، أرسى الأمن، وطور الزراعة، وشجع العلم والأدب. أمر بتنقيط المصحف الشريف لتسهيل قراءته على غير العرب، وضرب النقود الإسلامية لأول مرة. لكن كان للحجاج وجه آخر، عرف بشدته وحزمه الذي وصل حد القسوة أحياناً. واجه الثورات والتمردات بيد من حديد، مما جعل البعض يصفه بالسفاح. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل كانت قسوة الحجاج ضرورة لحفظ أمن الدولة، أم كانت مبالغاً فيها؟ الحقيقة أن الحكم على شخصية الحجاج يحتاج لنظرة متوازنة. فهو رجل دولة محنك، نجح في إدارة أصعب ولايات الدولة الأموية، لكنه أيضاً اتخذ قرارات قاسية أثرت في نظرة التاريخ إليه. حكم الحجاج العراقي 20 عاماً، وتوفي عام 95 هجرية، تاركاً إرثاً معقداً من الإنجازات والجدل. فهل نتذكره كرجل دولة عظيم أم كحاكم متجبر؟ ربما الإجابة تكمن في فهم سياق عصره وظروفه. فالحجاج كان نتاج بيئته وزمانه، وحكم في فترة اضطرابات تطلبت حزماً شديداً. أصدقائي المشاهدين، ما رأيكم في شخصية الحجاج؟ هل تتفقون مع وصفه برجل الدولة أم السفاح؟ شاركونا آراءكم في التعليقات. وإذا أعجبكم المحتوى، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. نلتقي في حلقة قادمة مع شخصية تاريخية أخرى مثيرة للجدل. دمتم في حفظ الله ورعايته.